الفنانة كانت هتتجوز ملك وفيفي عبده سبب طلاقها. الفنانة شيرين سيف النصر من أجمل الفنانات اللي ظهروا في فترة التسعينيات، وبالرغم من إن أعمالها الفنية قليلة نوعا ما، لكن حياتها الشخصية مليانة بالأحداث والمفاجآت. تعالوا نشوف التفاصيل مع بعض. شيرين سيف النصر اتولدت سنة 1967 في الأردن لأب مصري وهو إلهام سيف النصر وأم فلسطينية، وكان والد شيرين سيف النصر صحفي مقرب من القصر في الأردن، وبترتبط والدة شيرين بصلة قرابة بملك الأردن، فجدتها لأمها حنان طوقان وهي والدة الملكة عليا طوقان زوجة ملك الأردن الراحل الملك حسين. وبيتقال أخبار كتير إن دخول شيرين مجال الفن اتسبب في قطيعة بينها وبين بنت خالتها الأميرة عليا بنت الملك حسين، واللي كانت بتفكر إنه تجوزها أخوها الملك عبد الله الثاني قبل ما يبقى ملك الأردن ويتجوز الملكة رانيا. واتجوزت شيرين سيف النصر 3 مرات. أول مرة كانت من رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الإبراهيم، وده كان سنة 96، واعتزلت وقتها الفن لفترة طويلة، لكن بعد كده أعلنت طلاقها ورجعت للفن مرة تانية. واتجوزت شيرين المرة التانية من الفنان مدحت صالح، واللي اتعرف عليها ووقع في حبها بسرعة واتجوزوا بعد شهر، وده كان في شهر يوليو سنة 2000. لكن بعد فترة قصيرة حصلت خلافات كتيرة بينهم بسبب الفنانة فيفي عبده، واللي رفعت على مدحت صالح قضية بتطالب فيها إنه يرد لها مبلغ كبير كان 1.5 مليون كانت سلفته له وهو رفض يردهم ليها. وقتها اتقال كلام كتير قوي ان فيفي ادت لمدحت صالح المبلغ ده بسبب قصة حب كانت بينهم، وانها قررت تنتقم منه بعد ما اتجوز شيرين. ووقتها حصلت خلافات كتير بين شيرين ومدحت بسبب الموضوع ده، واللي زود الخلافات كمان ان مدحت طلب من شيرين انها تساعده في دفع المبلغ ده لفيفي، لكنها رفضت، فحصل طلاق بينهم بعد 4 شهور بس من الجواز. وعلقت فيفي عبده بعد كده على اتهاماتها بانها كانت سبب في طلاق مدحت صالح وشيرين سيف النصر، واكدت انه ما كانش فيه اي قصة حب ما بينهم خالص، وانه كان بالنسبة لها مجرد صديق واخ، واشتغلت معاه فترة طويلة على المسرح في مسرحية حزمنياه. أما الجوازة الثالثة في حياة شيرين سيف النصر فكانت من جراح تجميل اسمه رائف الفقي، وده كانت سنة 2010، لكنها انفصلت عنه بعد فترة قصيرة. وترددت إشاعات كتير جدا عن قصة حب جمعتها بالفنان الراحل أحمد زكي أثناء اشتراكهم في فيلم سواق الهانم، لكن شيرين نفت الإشاعات دي تماما، لدرجة إنها رفعت قضية على الدجال اللي روج الإشاعة دي، وكسبت القضية واتحبس بسببها 7 سنين. وقالت شيرين عن الواقعة دي إن الدجال نشر الإشاعة دي في واحدة من الجرايد، فرفعت قضية عليه وكذبتها، وأكدت إن الإشاعة دي خلت والدها يطلب منها إنها تسيب مجال الفن، لكنها رفضت وقالت إن دي حاجة مش دايمة، وإن الجمهور والإعلام وزمايلها الفنانين بيدافعوا عنها. لو أول مرة تعرفوا المعلومات دي قولوا لنا في التعليقات.